السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل معاكم ستريبس الكنتاكي مقرمش كده وجميل، وطالع بقى بالجمال من روعة كده زي ما انتم شايفين. وعملت معاه البطاطس ودجز وعملتها كمان في الفرن بتتبيله كده روعة خالص، مع صوص الكاتشب والمايونيز. بصراحة روعة، طالعة كده بالجمال زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله روعة خالص. ندخل بقى على الطريقة والمقادير على طول. دي معايا الفراخ بتاعتي اللي مقطعاها انا بالشكل اللي هو المستطيل ده، زي ما انتم شايفين كده. التقطيعه يعني تكون ايه، سميكه شويه، متكونش رفيعه. هنعمل بقى الخليط اللي هنتبل فيه الفراخ، قطع الفراخ بتاعتنا. دي كوبايه رايب او لبن عليها عصره ليمون. صراحه ما كانش عندي رايب فحطيت 10 دقايق كده بمعلقه عصير ليمون وبقت زي الرايب بالظبط. وكوبايه دقيق. ودي بقى الايه وبيضه. ودي كل بقى التوابل، بابريكا وبهارات فراخ وبصل بودر وتوم بودر وفلفل وملح. هنقلب بقى كل الخليط ده كده مع بعضه لحد ما يدينا الايه، السمك اللي انتوا شايفينه ده. هننزل بقى بقطع الدجاج فيه ونقلبها بقى كده كويس عشان كلها تتغلف من الخليط ده. كده بقت جاهزه معانا. هنغطيها بقى بستريتش راب ونسيبها ايه حوالي ساعتين او 3. وممكن اللي حابب يعني يسيبها ايه بيعملها بالليل ويعملها بقى تاني يوم. انا بصراحه كنت عاملاها من الظهر كده لحد اخر النهار، يعني حوالي 3 4 ساعات كمان، بس بصراحه كانت روعه. هنركنها بقى على جنب ونرجع لكم بقى ان شاء الله ايه لما نيجي هنعمل بقى معاكم البطاطس. طبعا انا غسلها كويس خالص. هنقسمها كده بالنص ونقطع النص حوالي 3 أو 4. خليها سميكة كده شوية حسب بقى ايه حجم البطاطساية. يعني أنا البطاطس بتاعتي كانت صغيرة شوية، عملت النص 3. ممكن بقى لو بتاعتكم كبيرة تتعمل 4. هنا بقى ما شاء الله بعد ما قطعت كل كمية البطاطس هنجهز بقى التوابل ايه بتاعة البطاطس. معايا دولت 4 معالق زيت، وده ملح وتوم باودر وبابريكا وفلفل اسود وزعتر. اللي حابب بقى يزود اي حاجة تانية ايه اللي يريحكم. وده زيت عادي، اللي عنده زيت زيتون برضو بتبقى جميلة بالزيت الزيتون، بس انا بصراحة يعني ما كانش عندي زيت زيتون. هننزل بقى بالبطاطس اللي احنا قطعناها وهنقلبها بقى كويس في التتبيلة ديت. اهم حاجة نقلبها كويس خالص عشان ايه كل البطاطس تاخد من التتبيلة زي ما انتوا شايفين كده. جبت بقى الصاج وفرشت فيه كده ورقة زبدة عشان يعني ايه ما تلزقش بس في الصاج، او لو في بقى عندكم صاج تيفال او كده وعايزين تحطوا فيه اللي يريحكم. هنفرد بقى فيه البطاطس كده كويس. اهم حاجة ما تكونش على بعضها، تكون جنب بعضها كده مرصوصة عشان ايه تستوي كويس وما تطولش في الفرن. طبعا كنت مسخنه الفرن على درجه حراره عاليه. هندخلها بقى ونعمل معاكم الصوص اللي هناكله يعني مع الستريبس ده. مايونيز حوالي 4 معالق وعليهم 3 معالق كاتشب ومعلقه مستردة. سهل وبسيط خالص، اللي عاوز يزود عليه توابل بقى اللي يريحكم، بس هو بصراحه كان جميل. هنقلبه بقى كده كويس كله مع بعض يبقى كده الصوص بتاعنا جاهز. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى الفراخ خلاص اتبلت ما شاء الله. هنعملها بقى معاكم. انا جبت بقى البقسماط اللي انا هنعملها بيها. اللي حابب بقى يحط كورن فليكس
دوريدوس بقى اللي يريحكم، بس انا عملت يعني ايه بقسماط على فيجيتار. بحب انا اجيب البقسماط كده من عند الفرن وافرمها انا في الكب، بيبقى ريحتها وطعمها بصراحة بيبقى جميل. هنضغط بس عليها كده كويس عشان تبقى متغلفة كويس. كده زي ما انتوا شايفين ايه بالظبط. هنعمل بقى كمان واحدة معاكم وبعد كده بقى نكمل ونسويها بقى على البوتاجاز. ممكن تحطها على الشبكة كده في الفرن او في الاير فراير. هنا حطيت بقى الزيت كان سخن، مش مكترة برضو زيت يعني. هننزل بقى على طول بالكمية الفراخ. النار يعني ايه وسط، ولا واطية قوي ولا عالية قوي، عشان بس الفراخ من جوه تستوي. هنا بقى ما شاء الله بعد ما خدت لون هنقلبها بقى على الناحية التانية. بقى هنا بقى ما شاء الله بقت جاهزة، واخدة بقى اللون الذهبي الجميل ده. بصراحة كانت روعة ومقرمشة، كانت مقرمشة خالص. طلعها كده على في مصفى، صفي بس عشان اي زيت زيادة فيها ينزل. نوريها لكم بقى ما شاء الله واخدة لون جميل خالص. ننزل بقى ببقية الكمية اللي معايا كده، تبقى ايه خلصنا بقى كل الكمية كده. نشوفكم بقى ان شاء الله واحنا بنقدمها. هنا بعد ما حطيتها بقى بطبق التقديم، حطيتها انا بقى كده على البلانشة دي. يعني ايه حبيت يعني احسس الاولاد ان هم مثلا في مطعم وكده زي كنتاكي. حطيت لهم بقى الصوص كده والبطاطس. بقول لكم ما شاء الله مقرمشه خالص. هنوريها لكم كمان من جوه سخنه بقى خالص. ايه معلش مش عارفه ايه بس امسكها. الفراخ من جوه ما شاء الله مستويه خالص. البطاطس بصراحه كانت كمان طعمها جميل خالص، واخده برضو اللون دهبي كده زي ما انتوا شايفين. بتمنى بقى ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتجربوها. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه.